التاريخ يكتب. المغرب بطلة لكأس العالم. ياسر الزبيري هذا من الدوري المغربي إلى نادي مغمور في البرتغال، الآن أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 سنة. عثمان معبر، الإخوان في المغرب، في طنجة، في كاديز، في فاس، في بكناس، في الدار البيضاء، في الرباط، في تطوان. لا تناموا صغاركم أبطال العالم. التاريخ كتب. ابكي ابكي ابكي، والله التاريخ كتب، والله التاريخ كتب. اوه، جيل للتاريخ، جيل للتاريخ، جيل للتاريخ. كتبوا قصتهم بطريقتهم الخاصة. تطوان، مكناس، الرباط، دار البيضاء، مراكش، أكادير. ما تناموا صغاركم، صغاركم، صغاركم. السلام عليكم. يعيشون حلم عظيم. التاريخ يكتب، التاريخ يكتب. طز بشنب رجال ما يفتخر فيكم يا أهل المغرب، ولا يفتخر فيكم يا أبناء المغرب. رجال 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 كتبوا التاريخ، فعلوها. المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي حقق كأس العالم للشباب. من أراضي تشيلي يولد الأبطال، من طنجة ومراكش والرباط والكازابلانكا ومدينة أسفي الجميلة يكتبون أبطال المغرب تاريخ. زبيري، البحراوي، المضحاوي، نعيم، ياسين الجسيمي، والبن محمد. الله أكبر. أنتم بتعرفون أن المغرب فازت على الأرجنتين حامل البطولة 6 مرات أمام أعينك يا ميسي وأنت تتابعها الآن. التاريخ ارفع راسك أنت مغربي. فازوا ضد البرازيل وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين. كتبوا التاريخ. مبروك لنا كعرب، مبروك من السعودية العظمى إلى الجالية إلى كل العرب. حقا نفتخر بكم يا أهل المغرب. مبروك. السلام عليكم. عرفتي شنو تفكرت دابا؟ تفكرت نهار نابولي داو اول كاس اوروبيه ديالهم، ولاو كيمشيو للمقابر وكيكسبوا لهم آهين لو رايتم ما حدث. اقسم بالله بهذا الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي، هذه فيديو مبدله شي شويه غتكون. تفكرت شحال من واحد كنت كنعرف شجع المنتخب المغربي بكل قلبه، وكان كيموت على هذه البلاد، وكان ديما عنده في امل ان الكره تحرك وتولي شنو خاصها تولي كسوفت باور، اي قوه ناعمه. واخا ما كناش ناعمين مع الارجنتين، عرفتي شنو؟ هذوك الناس الله يرحمهم ويوسع عليهم ما كانوش كيتخيلوا، لربما كانوا كيتخيلوا ان بحال هذا النهار غيوصل. وهذا كاس العالم اللي تربح دابا مؤشر خير كاس العالم 2030 اللي غنلعبوه في بلادنا، ومؤشر خير كاس افريقيا اللي جاي، وتاكيد على ان كل مفعول كاس العالم 2022 ما كانش بالصدفه. وان شاء الله انا بالنسبه لي كاين جوج ديال الاعياد اليوم، العيد ديال كاس العالم الشباب اللي ربحناها، والعيد ديال رفع الميزانيه ديال الصحه والتعليم وتشجيع الشباب دون 35 عام انهم يتقدموا الانتخابات ويكون الانفاق 75% من على الحملات الانتخابيه ديالهم. الشيء انا فرحان واحد الفرحه لا توصف، ولكن كنعبر عليها بشويه لانه فهمتيني الستريس اللي داز عليا في هذا الماتش ما عمره ما داز عليا في حياتي. برافو الدراري، برافو، والله يحفظكم والله يكمل عليكم بالخير، ونتمناو كل خير لهذه البلاد، ونبقاو ديما هكا يد وحده متحدين ونرفعوا جميع التحديات. برافو الدراري، برافو وهبي، برافو الطاقم التقني كامل، برافو الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، برافو المغاربه كاملين اللي شجعوا، برافو المسؤولين على اكاديميه محمد السادس، وكل الحب والتقدير لصاحب جلاله الملك محمد السادس اللي الله ينصرو، اللي هو مور ديك الرساله ديالو ديال الرياضه والنهوض بها. تبدلات بزاف ديال الحوايج، ونتمناو عقبات الخير لكل الرياضات المغربيه الاخرى. شكرا لكم والله يحفظكم. واهن كون كانوا شي ناس عزاز عليا باقيين عايشين ويشوفوا هادشي لانهم كانوا يستاهلوا. الله، المغرب تفوز بكأس العالم أمام الأرجنتين، أقوى فريق في العالم. لو الأرجنتين معهم التحكيم، معهم الفار، معهم الفيفا، فالمغرب وشعب المغرب مع الله. الله الله، الوطن، الملك محمد السادس. هذا الفيديو أتمنى يكون لكل الشعب المغربي، الكل يعمل برطاج لهذا اللايف وهذا الفيديو.
رسالة من موحى المصري باسم المغرب وكل العرب. لازم الكل يزور المغرب عشان نتعلم منهم ونفهم منهم ونتدرس منهم، اللي عندهم اقوى بنية رياضية في العالم. وهجيبها لك من ورا لقدام عشان هم خلصوا كل شيء. قالوا لك لما راحوا كاس العالم دي صدفة، راحوا وصلوا النصف نهائي كاس العالم قدام فرنسا. فاكرين؟ انا مش ناسي لو انتوا ناسين. مش كده وبس، نساء العالم اللي هم نساء المغرب في كاس العالم ده صدفة. منتخب مبتورين الاقدام في كاس العالم دي صدفة. منتخب المغرب للمكفوفين، منتخب المغرب لكرة الصالات في كاس العالم برضه صدفة. طب النهاردة ايه؟ النهاردة تحب تقول ايه؟ برضه صدفة؟ دي مش صدفة، ده منتخب المغرب قبل ما يفوز بكاس العالم كسب 5 دول ب5 بطولات في كاس العالم. البرازيل اداله 2. مش كده وبس، ده كمان خرجوا وخد بطار 1998. اسبانيا اداها 2، كوريا، امريكا، فرنسا، والنهارده على الارجنتين والحكم ضدهم فازوا. عرفتم؟ فهمتم؟ اتعلمتم؟ انتظروني في المغرب بعد ما تم حجز الفندق ليا رسميا والمنصة الإعلامية. هو اللي المغرب مش في حياته، كل الحلو فاته. اضحك يا بقي، اضحك يا حنكي، اضحك يا خشمي. سلام. مبروك. هادشي اللي غيت كان. غنقول لكم شكون حنا، غنقول لكم حنا المغرب اللي غربوا الارجنتين، غنقول لكم شكون حنا، المغرب اللي ربح البرازيل واسبانيا وفرنسا وكوريا الجنوبيه وامريكان. مبروك علينا. حنا دابا هما القوه الضاربه ديال الصحنيت، القوه الضاربه ديال كره القدم العالميه. كاس العالم الاقل من 20 عام. دخلنا التاريخ من ابوابه الواسعه اللي جا بسم الله. المجموعه، المدرب. انا بالمناسبه طلبي الوليد الركراكي اخويا حاول تلعب مع هادو شي مقابله حبيه استعدادا لكاس افريقيا، لان ما شاء الله هاد الوليدات هادو، ولكن بجوج ديالنا نتوما ماشي مشكل الدنيا عليهم، ولكن برافو تبارك الله عليهم. ابطال العالم، مدرسه ديال الكره. اذا كانوا اللي كبر منا سهروا في 86 وشافوا المنتخب داز الدوزيام تور ديال كاس العالم، حنا سهرنا في 2025 وشفنا المنتخب دا كاس العالم. ما نقول لكم شكون حنا هما المنتخب المغربي اللي فرج العالم، المنتخب المغربي اللي كلا العالم، سبوعه ورجاله كيف ما كيقولوا. تبارك الله عليهم. وهبي شابو ديالك اخويا، ما عندي ما يتقال. هاد الشباب هادو تبارك الله عليهم، منتخب المستقبل. نتمنى يبقاو مجموعين بحال هكذا، فرحوا الشعب المغربي، فرحونا كاملين. برافو عليهم، ما كاين ما يتقال. يستاهلوا هاد الكاس هادي، وبرافو عليكم مره اخرى. تحياتي لهاد المنتخب الكبير اللي عندنا دابا، واللي نتمنى انه يبقى مجموع. نتمنى ما يتفرقش، ما نديوش منه اللعابه، نتمنى يبقاو مجموعين السي وليد، لانه الا دينا كنديو من واحد غادي نشتوا هاد المجموعه هادي. برافو، اداء كبير، منتخب كبير، وهنيئا لنا بهذا المنتخب المغربي. تبارك الله عليكم.